السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده ان شاء الله هنكلمكم مع فيديو جديد من ازاي تتعرف على مراتب يانسن بين قوسين انجلندر. النهارده احدى موديلات شركة انجلندر التابعة ليانسن موديل ليدي. ارتفاع المرتبة 25 سم، سوست متصلة وطبقة قطن من الوجهين، وطبعا طبقة اسفنج كمان. المرتبة الحقيقة منسية، من الموديلات المنسية اللي محدش بيتكلم عنها كتير، لكن او انا شخصيا ما بتكلمش عنها كتير، لكن هو الحقيقة موديل شيك قوي قوي قوي. زي ما حضراتكم شايفين القماشة او القمشة بتاعتها رسمتها شيك، اوف وايت وعليها رسومات ذهبي، ونفس التقليمة كمان شكلها شيك قوي زي ما حضراتكم شايفين. تقفيل طبعا شركة انجلندر او عموما شركة يانسن، تقفيل ممتاز جدا. ده شكل المرتبة الخارجي بالكامل. طبعا المرتبة تعمل على وجهين، وفي آخر الفيديو إن شاء الله هنوري حضراتكم الوجه الآخر. الفريم الخارجي المتقون قوي، معمول صح قوي ومعمول شيك جدا. وكمان المرتبة من الجانب حقيقة ما بينسوش حاجة إن شاء الله عليهم. شركة يانسن وإنجلندر ما بينسوش حاجة الحقيقة. كمان شكل اللوجو الرسمي الأصلي لموديل ليدي من شركة إنجلندر هنوريه دلوقتي بالظبط مع حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المقاس اللي هو في الحالة دي 150، اسم ليدي والباركود والسيريال بتاعه، كلمة ليدي بالانجليش وطبعا انجلندر. مكونات المرتبة طبعا سوست متصلة، طبقة اسفنج وطبقة قطن، ومكتوب عليها دبل سايدد او بتعمل على الوجهين. كمان هنجيب لحضراتكم شكله بالكامل. ده الشكل الخارجي ليه. هنقيس مع بعض كمان ارتفاع المرتبة دلوقتي اللي بيقال عليها 25 سنتي، لكن هي من الفريم إلى الفريم تقريبا ارتفاعها بيبقى 24 سنتي تقريبا، لكن المرتبة فيها بومبيه خفيف من كل جانب، فأعتقد يصل ارتفاعها 25 سنتي كما يقال. في بومبيه من الجانب زي ما حضراتكم شايفين، فالمرتبة أعتقد إن سمكها قد يصل إلى 25 سنتي. زي ما قلنا المرتبة تعمل من الوجهين، وده الوجه اللي من الخلف زي بعض بالظبط، من الأمام زي من الخلف، الوجهين زي بعض بالظبط. لكن زي ما قلنا المرتبة كما يقال عليها من الفريم إلى الفريم 24، لكن هي يصل ارتفاعها بالبومبيه إلى 25 سنتي. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسن دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.